يو السلام عليكم ليكيب جيسبر كو فوز الي بيان جيتكم اليوم في حلقه جديده من لا سيري تاع الاي جي سيبورت وين راح نحكيو ان شاء الله على الارام. ديزولي اليومين هادو ما درتش فيديو. لا فيريتي والله تفنين تبرك ماشي مي بون. راني وليت لكم في ايبيزود جديده. اليوم راح نفهموا مع بعضنا كما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت الرام وش هي وش العلاقه تاعها بالسي بي يو كارت مار اي تو سا. المهم ليكيب ما نطولش عليكم ويا نروحوا على السلايدز. دونك ليكيب تسمعوا بزاف كلمة الرام في المجال تاع البي سي ولا تاع مام تاع التليفونات. الرام باختصار هي الراندوم اكسس ميموري ولا ذاكرة الوصول العشوائية. دوك نقول لكم عليه يسميوها ذاكرة الوصول العشوائية. حاجة لازم نعرفوها الأولى إنه هي كيشغل لا ميموار قصيرة المدى تاع راسك. مثلا شت انت كي تكون تخمم انت في راسك عندك بزاف لي ميموار تاع بكري ذكريات تو، مي درك راك تخمم في اللحظه الحاليه. شت هذيك اللحظه الحاليه هذيك هي الارام تاعك. والديسك دور ولا ستوكاج هو قول لي ميموار تاعك كي تتفكر واش درت السمانه اللي فات، حياتك اون جينيرال اللي مسجله هذيك في ستوكاج. اللحظه الحاليه كتخمم بلا رام. صح. الرام هذه واش تعاوننا؟ تعاون البي سي تاعنا يمشي لي زابليكاسيون بطريقه سلسه ولا بفاصون سلسه كيما نقولوها. علاه يسميوها ذاكرة الوصول العشوائي؟ باسكو انت كي تكليكي على ابليكاسيون هي ما على بالهاش وين راح تكليكي. مي تالمون علاه نوتيليزيوها؟ باسكو هي رابيد خاوتي، هي رابيد. على هذيك هي الحاجه اللي تكليكي فيها لاشياء عشوائيه يعني راندوم، تكون رابيد بزاف تسجلها لا رام بسرعه كبيره. على هذه اسمها راندوم اكسس ميموري. قال لك واش دير لا رام؟ وات داز ذا رام دو؟ هي خاوتي تخبي لي دوني اللي السي بي يو يحتاجهم في الريل تايم. واش حاب يقول؟ حاب يقول دوك حنا عندنا ابليكاسيون، حنا البي سي تاعنا فيه 20 ابليكاسيون. مثلا حنا دخلنا لجوجل، دوك هادوك 19 ابليكاسيون في الستوكاج. الجوجل يدخل لارام يتستوكا في لارام لفتره مؤقته. علاه يتستوكا في لارام؟ باش السي بي يو اللي هو البروسيسور يهز من عند لارام بسرعه كبيره. دوك في لي سلايد الاخرين تفهموا كلش ودرت لكم امثله وكلش. مي هاد الساعه لازم تفهموا باللي هي رابيد بزاف نخبيو فيها لي زابليكاسيون لمده قصيره. تخبي لي زابليكاسيون كيما جوجل كروم، كيما لي جو اللي تحلوهم. ابري ان شاء الله كي نكملوا لا سيري نعطيكم كيفاش تمونيتوري ولا كيفاش تعرف لا رام تاعك قداه راك ماكل منها، اسكو تحتاج اكثر اسكو تحتاج قل. المهم هذه هي التعريف كما نقولوها البسيط. نروحوا للنكست سلايد. نكست سلايد خاوتي درت لكم ان بتي اكزامبل ولا شيما خفيف خدمته لكم. عندنا من هي كيما رانا نشوفوا خاوتي ستورج هذاك الشايب هذاك. بون ستورج باش يقول لك هو لا فيتاس تاعو ولا هو ستوكاج تاع البي سي تاعك. تليفونك انت يهز ب 64 128، البي سي تاعك قد يهز هذاك هو ستوكاج برك هذا مكان ستوكاج خاوتي. لا فيتاس تاعو قليله، من يبدا من 100 ميجا بار سكوند لل اتش دي دي ويطلع حتى ل 3.5 جيجا ولا اكثر في الاس اس دي. اسمع على حساب الاس اس دي اللي تشريه. مي غالبا لي اس اس دي اللي عندكم نتوما يكونوا 500 ميجا بار سكوند ولا رحنا لان في ام اللي راح نشرحها في الحلقه ان شاء الله الجايه ستورج يطلعوا حتى ل 3.5 جيجا 2.5 قادر حتى اكثر. المهم ما يهمناش في هذه. واش نحاولوا نفهموا انه ستوكاج خاوتي يهز لنا لي دوني بزاف. يعني يقدر يهز لنا تيرات من لي دوني، راكم فاهمين؟ رخيص ويهز لنا تيرات. يعني لا وهم دايرينو للستوكاج لون تيرم يعني طويل المدى، تخزين طويل المدى. بعد نروحوا للرام. الرام هنا شوفوا لا ديفيرونس خاوتي. باسكو الناس كيشوفوا لا رام بالجيجا ستوكاج بالجيجا يقول لك ودي كيف كيف، وما ماشي كيف كيف خاوتي. لا رام تخدم بكثر من 25 جيجا في الثانيه خاوتي، في الثانيه 25 جيجا. راكم شفتوا الفرق وينو؟ كومباري انت 100 ميجا ل 25 جيجا في الثانيه. هذه بالنسبه لي رام دي دي ار 4 وتفوت هاد لا فيتاس تفوت 25. والدي دي ار 5 تفوت بزاف هاد لا فيتاس. مي حنا نهضروكم على الدي دي ار 4 هي اللي مشهوره. شوفوا انا واش درت لكم. قلت لكم باللي لا رام تكون غالبا تبدا من 8 جيجا حتى 64 جيجا. بكري كانت كاينه 4 2 قل، مي درك حاليا تلقاوها من 8 وطلع حتى ل 64 للوتيليزاتور متوسط. يعني تقدر تطلع 128 تقدر تطلع اكثر. مي قليل وين تلقى اصلا في الجزائر قليل اللي عنده 64 32 قليله. قال اغلب عندهم 16. مي بون واش دير لا رام؟ حنا حابين نفهموا واش دير لا رام. لا رام خاوتي انت احتاجيت جوجل هو في الستوكاج واش يدير؟ يهز ستوكاج يبعث لارام جوجل تبقى في لارام، يبقى في لارام جوجل او في لارام. صح. علاه يبقى في لارام؟ لارام خاوتي تبعث رابيدمون. هي واش دير؟ مادام تبعث ب 25 جيجا بار سكوند راح تبعث لي زانستركسيون للسي بي يو. هو اللي هضرنا الحلقه اللي فاتت قلنا هو اللي يعالج البيانات. تبعث
تبعت للسي بي يو. السي بي يو خاوتي يدير ملايين لي زانستركسيون في الميلي سكوند، يعني يعني رابيد بزاف. علاش السي بي يو ما يتواصلش ديريكتوم مع ستوكاج؟ باسكو يطولوا خاوتي، يطولوا بزاف. باسكو ستوكاج باش يبعث للسي بي يو راح يدي بزاف الوقت. اون بليس ستوكاج يركب غالبا بدي كابل. المهم يعني لازم تفهموا بلي لازم الارام. الارام هي السيرفر. راك فاهم؟ فريجيدار، كاين فريجيدار وكاين كاين سي بي هو الطباخ، لازم سيرفر بيناتهم رابيد صح. ومن بعد كي يحسب السي بي يو، السي بي يو عنده كاش صغير يهز فيه غير لي زانستركسيون برك اللي ينفذهم، ويعاود يبعثهم للهرم باش صافي شي من لوتيليزاتور، ومن بعد يخرج لنا الاوتبوت اللي هو الحل. عندنا هنا خاوتي درت لكم انا اوتر اكزامبل تاع الحاجه اللي كنت نهضر عليها تاع الشاف وكذا وكذا. هنايا كيما رانا نشوفوا في الشيما، نفهموا الشيما ومن بعد نفهموا الكتيبه. الشيما خاوتي واش تقول لك؟ يقول لك ستوكاج هو زعما الفريجيدار، راكم فاهمين؟ هو الفريجيدار. هذا الفريجيدار خاوتي فيه لي زانغريديون بزاف، فيه الزبده، فيه البصله، فيه فهمتوا. وعندنا الطابله هي لارام خاوتي. الطابله هي لارام. من بعد الستوكاج هذاك يجبد لي زانغريديون يمدها من لارام، يبعث لها طماطم، يبعث لها سلطه. ابري هي تبعتهم للسي بي يو. السي بي يو شوفوا كيما درت لكم من تحت، هادوك كانت الطماطم مازال تحبوا كذا، تبعتهم للسي بي يو. السي بي يو يطيب ويعاود يبعث للارام، باسكو يتواصلوا بسرعه كبيره. هنا جامي يكون كاين كونتاكت ديريكت بين السي بي يو والستورج. هادي على جالة الوقت خاوتي، هذا مكان صافي. دير واش لازم نفهمو؟ الرام تبعت الانبوت للسي بي يو، السي بي يو ليه يعالج، يبعث المعلومه يعني الاخيره، يعاود يبعثها للرام. الرام منها تشوف انت يعني من الرام تظهر لك انت المعلومه هذيك اللي تحوس عليها في الريل تايم. اسكو الطاب تاع جوجل، اسكو جو في الريل تايم، هذيك تكون من لا رام ماشي من ستوكاج صح. واش لازم نفهمو هنا من فوق؟ يقول لك سي بي يو از ذا شيف. صافي دير السي بي يو هو اللي يطيب، هو رابيد، هو يطيب. لا رام هي الطابله خاوتي. لي زانغريديون وش هما؟ لي زانغريديون هما الرو انبوت، يعني الانبوت الخام. الانبوت هو حنا واش نمدوه، حنا واش ندخلوا المدخولات. الخام واش معناتها؟ الخام معناتها كيما 1 بلس 1 تعتبر انبوت خام، زوج هي الاوتبوت، يعني ان بروسيس ولا غير معالج. السي بي يو واش يدير؟ يدخل هذوك المدخولات اللي هو الانبوت، يطبخهم، يبعثهم للرام مره خلاف باش يطلعوا لك انت لوتيليزاتور. جيسبر الشرح اللي فات فهمتو مليح، باسكو شغل درت لكم دوز اكزامبل. نورمالمون سما طفل صغير يفهم بالشيما وكذا علاه نديرو الرام وعلاه نخدمو بها، هي على جال لا فيتاس من الاخر. صح. هنا كاين واحد لا كيسيون يقول لك واش يصرى لو كان ما يكونش عندنا رام كافيه؟ واش يصرى؟ ما عندناش رام كافيه صح. البي سي تروماركيوه كيولي بطيء، يولي ثقيل، ولا يولي لاغي كما تقولوا نتوما، يولي البي سي تاعك يلاغي. علاه يلاغي؟ الرام توصل للماكس تاعها، ما عندوش وين يزيد يحط المعلومات العشوائيه هادوك باش يتريتيهم بسرعه. وش يولي يصرى خاوتي؟ تولي تصرى الفيرتشوال ميموري ولا البيج فايل. يولي البي سي تاعك واش يدير؟ يولي يستعمل الديسك دور تاعك على انه رام. وكيما على بالنا الديسك دور تاعك ماهوش رابيد كيما لا رام، دونك المعلومه طول به توصل. كي تطول به توصل واش يصرى؟ البي سي تاعك يولي ثقيل. هذه هي علاه البي سي خاوتي يولي ثقيل، باسكو انت سي بون وصلت الماكسيموم تاع لا رام تاعك. البي سي او يحتاج اكثر اون ميموار رابيد اكثر، باسكو بالك الجيم اللي تمشي فيها ولا لابليكاسيون كبيره بزاف، يولي البي سي تاعك خاوتي ثقيل. يولي يستعمل لو ستوكاج كيما راني كاتب لكم في التروازيام، يولي يستعملها كوم فيك رام، يولي يحول ستوكاج تاعك لرام. مي ستوكاج تاعك ما يقدرش يكون رام باسكو ماشي نفس السبيد، وانما لازم يديرها سينو راح يحبس البي سي كومبليتومون. دونك لازم يديرها كيما قلت لكم هنا وركس، هي تمشي بصح ثقيله بزاف، تسمى حاجه ايفيتيها، ما تصلحش للاستعمال اليومي. هنا سلايد خفيفه برك. واش لازمت لنا رام؟ انا راح نجيب بي سي جديد، راح نشري بي سي جديد. واش هي الرام اللي تنصحني بها؟ 4 جيجا خاوتي. استعمال خفيف بزاف اللي ما ننصحش بها انا من الاخر. اسمع كيما قلت لكم نوت ريكومندد توداي. اليوم في يومنا هذا 4 جيجا قليله بزاف. عندنا وي جيجا بالنسبه لواحد عنده بي سي باش يقرا، يشوف لي فيديو يوتيوب، يتفرج فيلمات، تكفيه وي جيجا، تكفيه وزياده. نروحوا ل 16 جيجا. 16 جيجا خاوتي الناس اللي عندهم المالتي تاسكينغ، ولا الناس اللي يخدموا بزاف لي زابليكاسيون في نفس الوقت. انت حاب دير مثلا مونتاج خفيف،
تحط معاه سبوتيفاي وكحل مثلا جوجل تفرج منه فيديو. راك فاهم؟ تسمى عندك مالتي تاسكينغ هنا تحتاج 16 جيجا ولا اكثر. والجيمنج بيان سور هذه اللي نورمالمون لي جيمر ديجا على بالهم بها. بصح ما حبيتش ندخل في الشرح، لي جو ياكلوا بزاف الغرام. عندنا ال 32 جيجا وفوق الهيفي ورك، يعني الخدمه الثقيله، يعني الناس اللي تخدم فيديو اديتينغ قوي كيما الناس اللي تخدم ب افتر افكت بريمير برو، تخي يخدموا 3 دي لي بروجي الكبار، ولا يلعبوا لي جو الكبار. كاين دي جو دوموندي 32 جيجا يعني ولا مثلا انت حاب تلونسي جو تلونسي معاه دي زابليكاسيون واحد اخرين. دونك هنا راح تولي كيما انا كنت ندير لي لايف. تيك توك ستوديو وحده كان ياكل جيجا ونص في البي سي من الرام. تيك توك ستوديو وحده ياكل جيجا ونص. دونك هنا هذه لازم ديروها في حساباتكم، يعني كي تعود راح تشري شوف انت الاستعمال تاعك وخير السايز. هنا لازم نفهموا واحد لا ديفيرونس تشوفوها بزاف في الرام، اللي هي السبيد والليتنسي. واش معناها السبيد والليتنسي؟ السبيد تاع الرام يقيسوها بالميجا هرتز. خاوتي كي تعودوا حين تشريو رام يقولك مثلا هذه البارات 8 جيجا 3000 ميجا هرتز، ولا 2666، ولا 3200، 3400، 3600. انت ما تفهمش واش معناها. هذه سهله بزاف. كي يقولك 3200 ميجا هرتز معناها الرام تقدر دير 3 ملاير و200 مليون سيكل في الثانيه. واش معناها سيكل خاوتي؟ السيكل هو تروح وتجي، المعلومة تروح وتجي، يعني المعلومة تروح وتجي 3 ملاير و200 مليون مرة في الثانية الوحدة. علاه 3200 خير من 3000 مثلا؟ مالغري ماشي في الحالات بكل مي بون، علاه 3200 خير من 3000؟ 3200 تروح عندها 200 مليون خطرة تقدر تدي معلومة وتجيبها، صافي راح تهز معلومات كتر تديهم وتجيبهم. فاهمين درك علاه 3200 خير من 3000؟ هذا ما كان لازم تفهموا بلي 3200 هي قداه خطره تروح وتجي المعلومه، يعني قداه المره الرام تبعت وترد المعلومه في الثانيه الواحده. هذا ما كان كما كتبت لكم هنا 3200 ايكوالز 3200 تروح وتجي، ماشي 3200 مقسومه على تروح وتجي، نو، تروح وتجي 3200 مره. صح. الليتنسي هنا نبدل لكم الكاميرا برك. الليتنسي هنا كيما رانا نشوفوا واش يقول لك، هو الكلوك تايم ولا التوقيت اللي تحسب كيف كيف بالميجا هرتز للرام تاعك باش كيما نقولوها تريبوندي على اون كوموند. هنا كاين ناس واش يقول لك مثلا اذا كانت عندي وحده سيال، هم يحسبوها بالسيال خاوتي، يحسبوها بالسيال. اذا كان عندي مثلا 3000 ميجا هرتز سيال 16 احسن. هذيك تدخل في لي ديتاي، واحد مبتدئ ما عندك ما دير بحكايه السيال، باسكو ما بحكايه الميجا هرتز. حاول تدي 3000 وفوق وما تحوش تعرف عليها، انا نعطيها ضمانه من عندي. ما كان لا تحوس تفهم في السيال وتخربش. السيال هذا هو كيما نقولوها يقدر يكون، شوف، هو كي يكون قل يكون مليح، راك فاهم؟ يكون مليح يعني كي توصل لا كوموند للرام تاعك يكزيكوتيها ليه. بصح كاين واحد لي ديتاي اكثر باللي على حساب الميجا هرتز والسيال دي فوا ما لازمش يكونوا في زوج ملاح. راكم فاهمين؟ لازم يكونوا متعاكسين وكذا. دي ديتاي كبار انا مانيش فاهمهم مليح. دونك المهم حاجه اللي لازم تعرفوها الليتنسي، ولا كي تلقاو السيال يقولك سيال ساز سيال دي سات، معناها قداه الوقت اللازم للرام تاعك باش كي تجيها الكوموند تبدا تكزيكوتي فيها ولا تبعتها ديريكت للسي بي يو. هذا ما كان. هنا جينا هنا جينا للصحيح. لي تيب تاع الرام هادي خاوتي ساهلين بزاف، ساهلين ما كاش حاجه ساهلين عليها وما تقدروش تغلطوا فيها. اون بليس حاجه وحده لازم تفهموها، بي سي كبير يخدم بالديم، دي اي ام ام. البي سي الصغير يخدم بالديم بصح تجي قبلو اس او، سو ديم. وكاين لي لابتوب اللي ما تقدرش تبدل فيهم الرام، من بعد نديرو حلقه على لابتوب. كاين اللي يجيو الرام تاعهم سولدرد، يعني مسوديه كيما الماك. نورمالمون الماك يجيو فيها مسوديه ما تقدرش تبدلها، الماك كلش يجي فيه مسودي. عندنا لي تيب تاعهم ودوك نقول لكم اللي لازم تعرفوهم. عندنا دي دي ار 2. دي دي ار 2 ما بقاتش تيكزيستي، انا مانيش نشوف بي سي دي دي ار 2 اطلاقا. دي دي ار 3 لي بي سي القدم، بي سي قديم تلقاه دي دي ار 4 قديم انا نقول لك تلقاه دي دي ار 3 تلقاه دي دي ار 3. دي دي ار 4 هي اللي كاينه درك. انا بي سي تاعي يخدم بالدي دي ار 4، يعني جينيراسيون ولا تكنولوجي تاع الارام. هذا ما كان على قد ما تطلع حاجه مليحه بيان سور. دي دي ار 4 هي المشهوره بزاف، دير كلش. يعني دي دي ار 5 جديده عليها، احسن منها، اغلى منها. بصح يعني انا ما تبانليش باللي في هاد الساعه تحتاج تشري دي دي ار 5، باسكو لي معلوماتكم كي تشري خاوتي مودر بورد لازم تاني تكون كومباتيبل، المودر بورد تكون كومباتيبل مع وحده من لي رام هادو.
يعني المودر بورد الثاني لازم تشوف كومباتيبيليتي تاعها، اسكو تقبل دي دي ار 4 ولا دي دي ار 5 ولا دي دي ار 3، تقبل وحده برك، متقدرش تقبل زوج. دونك واش دوك هنا تقول لي كون نجيب دي دي ار 3 ونحب نركبها في مودر بورد تاع دي دي ار 4، اسكو يعني نقدر نفزدها ولا؟ ما تقدرش تركبها اصلا. علاه؟ شتو انا مداير لكم هادوك الخطوط اللي بالالوان، شتو خاوتي لي بور تاع الرام مبدلينهم، هما تاني خموا لها العلماء، يعني مبدلينهم دايرين كيما دي دي ار 2 باغ اكزومبل تجي في الوسط، دي دي ار 3 مثلا تجي على لاغوش شويه، دي دي ار 4 تجي على لا دروات شويه، ابري دي دي ار 5، فهمتوا؟ صافي دير ما تقدرش تركبها غلطه، كي تجي تركبها ما تصلحش. هذا مكان. وكيما قلت لكم راني ندير لكم فيديو تاني على نحلو بيسي ونركبوه كيف كيف ونشوفوا كيفاه، ونشوفوا كيفاه دي دي ار 3 ما تركبش في الكات. وهذا الشيء بكل، ومام في اللابتوب تاني خاطر لازم تكون على بالكم باللي اللي رام تاني لازم كاين دي دي ار 3 و دي دي ار 4 لازم تسمى تشوفوا تاني مام في لي بي سي بورطابل. انا عطيتكم نصائح على الناس اللي حابين يشريو رام ولا حابين يشريو بي سي جديد ولا حابين يابجريديو البي سي تاعهم، يعني يطلعوا له في الرام. بريميرمون ديما خاوتي ما تشريوش، تحبوا مثلا دير نتا 16 جيجا ما تشريش 16 وحده، جيب زوج تاع ليويت، دو بارات تاع ويت، باسكو الباندويث يكون كتر. الباندويث خاوتي هو البوند باسونت، مانيش راح نشرحها درك، مي تقدروا تقولوا البوند باسونت هذه هو شغل تويو قد ما الكبر تاعو قد ما الخشن تاعو، ولا كيما في الطوموبيلات الناس اللي تفهموا الطوموبيلات ولا الموطوات السيسي، فهمت؟ دوكا موتور كبير فيه السيسي بزاف كبير، يقدر يدخل هواء ويسونس كتر. نفس الحكايه مع لي رام، كي يعودوا زوج راح تسهل عليهم الخدمه، في بلاصه ما وحده تبعت وتجيب يقدروا وحده تبعت وحده تجيب، تسمى لا بوند باسونت تكون قويه. نتوما فهموها هكا حتى ندخلوها بلي ديتاي. حاجه دوزيام لازم دي دي ار لا فيرسون تاع دي دي ار تكون تماتشي مع المودر بورد، يعني اذا كانت المودر بورد دي دي ار 4 لا رام تكون دي دي ار 4. هنا قلت لكم تراي ايمين فور هاير سبيد، اذا لقيتو ما كانش فرق كبير في البري اشريو السبيد طالعه، مالغري قليل اللي يحس بلا ديفيرونس تاعها، مي بون ما يشريو حاجه طالعه اذا لقيتهم نفس البري، باسكو غالبا ما يكونش كاين بيناتهم فرق. حاولوا خاوتي تقيسوا من 3000 وطلع، حاول تقيس من 3000 وفوق، لا 3200 فوق. لي دي دي ار 5 نورمالمون بالسي ميل، ولا ما مانيش غلط، بس ما عنديش معلومه عليهم كبيره دي دي ار 5. المهم الريكاب خاوتي، نورمالمون كم دوكا كم فهزين كلش على رام وش هي. لازم نعرفوا باللي لي رام هما بارت امبورطونت في البي سي، ولا حاجه لازمه تقدر تقول في البي سي. هي تكنيكمون مش لازمه مي لازمه، فهمتي؟ تكنيكمون مش لازمه بصح كون ما تكونش لا رام بي سي تاعك ما تقدرش تستعملو شريكه ثقيل، ما تقدرش. حاجه خلاف لازم نعرفوها، الارام كتر تعطينا سموذر اكسبيرينس، معناتها لي زابليكاسيون يقدروا يدخلوا كتر، الارام تقدر تهز كتر وراح تعطيك اكسبيرينس سلسه، ولا راح تعطيك اكسبيرينس خير من رام قليله، سورتو اذا كان اليوسج تاعك ولا الاستعمال تاعك ثقيل. ليكيب الحلقه الجايه واش راح نديرو؟ الحلقه الجايه خاوتي راح نحكيو على ستورج ولا ستوكاج اللي كنا نحكيو عليه الفريجيدار. دوكا باسكو فهمنا وش هي المودر بورد، فهمنا وش هو البروسيسور، فهمنا وش هي الاي تي، وش هي كذا، وش هي انبوت، وش هي الاوتبوت، وش الحوايج هادو بكل. مازلنا هذاك الفريجيدار مازلنا ما فهمناش وش هو، ومازالت لنا حاجه تاني الحلقه الجايه نقولها لكم. الحلقه الجايه راح نفهموا وش هو ستورج، وش هو الاش دي دي، وش هو الاس اس دي، ودي تيب خلاف تاع ستورج كيما البلوراي كيما كدا، يعني ماشي شرط لي ستورج تاع البي سي مي ستورج اون جينيرال ميم تاع تليفونك. دونك هذا ما كان، هذه الحاجه اللي راح نكسبليكيوها الفيديو الجاي. دونك خاوتي جيسبر تكونوا فهمتوا درك الرام، عندكم ايدي عليها. اذا قصرت في حاجه ولا ما فهمتكمش في حاجه اكتبوا لنا تحت في لي كومونتير. جيسبر الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوناش كالعاده لايك وسبسكرايب باش تسيبورتيونا، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه.